شاطئ اسكودار أجمل شاطئ باسطنبول الآسيوية وأحد أجمل شواطئ اسطنبول على الإطلاق. تفضلوا معنا نتعرف عليه. مرحبا فيكم أعزائي من شاطئ اسكودار باسطنبول الآسيوية. هذا الشاطئ مزدحم دائما واللي دائما فيه صيادين. من أجمل شواطئ اسطنبول، أجمل شاطئ في اسطنبول الآسيوية على الإطلاق، وواحد أجمل شواطئ اسطنبول بشكل عام، إن لم يكن الأجمل، قد يكون الأجمل فعلا برأيي. طبعا حعملكم جولة على هذا الشاطئ، شاطئ اسكودار، اللي هو فعلا واحد من أجمل شواطئ اسطنبول و أمتعها وأكثرها ازدحاما. دايما بيكون في ازدحام بهيدا الشارع وهيدي المنطقة. مثل ما بتشوفوا إطلالة على اسطنبول الأوروبية، وهون جسر البوسفور. حنحكي عن هذا الموضوع خلال الفيديو. طبعا شاطئ اسكودار موجود، أو اسكودار باللهجة التركية، موجود ب منطقة اسكودار. هذا حي اسكودار أو شاطئ اسكودار موجود بمنطقة اسكودار أو بلدية اسكودار باسطنبول، اللي هي إحدى أكبر مناطق اسطنبول. تبلغ مساحتها حوالي أكثر من 35 كيلومتر مربع، وعدد سكانها أكثر من 500 ألف نسمة. طبعا اسكودار تتميز بكثير من غير هذا الشاطئ. منطقة اسكودار بشكل عام أو بلدية اسكودار تتميز بالعديد من المعالم السياحية، أهمها طبعا برج الفتاة اللي عملنا عنه فيديو سابقا، تل العرايس، تلة شاملجة. كحدائق عنا حديقة نكاشتبي، عنا تل العرايس أو تلة شاملجة، وعنا طبعا بستان فتحي باشا، والعديد من المناطق الأخرى. وعنا أيضا طبعا معالم سياحية عنا أو تاريخية، عنا قصر بيلربي، ودينية عنا مسجد شاملجة الكبير، بيوت شاملجة جامع، ومتحف الحضارات الإسلامية اللي هو تابع له بنفس مبنى مسجد شاملجة. هون عم نشوف طبعا بشكل أوضح جسر الفاصل بين آسيا وأوروبا، جسر البوسفور. وعندنا هون طبعا مسجد صغير ولكن قصته مهمة وتاريخية، اللي هو مسجد شمسي أحمد باشا، اللي بناه المعمار سنان. أصغر مسجد بناه المعمار سنان. هيدا هو مسجد صغير على ضفة أو على شاطئ البحر مباشرة. لما يخفوا شوي الصيادين، منطقة صيادين، حنقرب أكثر من الشاطئ وحنحكي لكم أكثر عن اللي ممكن تشوفوه على هيدا الشاطئ، اللي هي أجمل إطلالة على اسطنبول الأوروبية برأيي، من اسطنبول الآسيوية طبعا. ومنطقة اسكودار يحدها من الجنوب منطقة كاديكوي، المنطقة السياحية الأخرى، أكثر منطقتين معروفين للسياحة باسطنبول، منطقة اسكودار ومنطقة كاديكوي. من الشمال بيكوز، اللي هي تاخذ طابع قروي أكثر. من الشرق لدينا العمرانية، منطقة تسمى العمرانية. من الشرق يعني أعلى من مكان عالي، أعلى من حتى وراء الجبل، من تل العرايس أو تلة شاملجة برج الشاملجة. هون عم تشوف برج الشاملجة بالآخر محجوب بالشجرة، ولكن هيدا هو بالآخر برج الشاملجة. ورا تجي منطقة العمرانية، ومن الغرب مثل ما عم نشوف البحر والاسطنبول الأوروبية من الجهة الأخرى. هيدي منطقة اسكودار بشكل عام. حنمشي أكثر لحتى نشوف. هون طبعا عنا قصر دولماباهشي، شايفينه بالشاشة قدامكم. منطقة الناطحات السحاب، هون منطقتي بشكتاش وشيشلي، المناطق الجديدة باسطنبول. شفنا جسر، وشفنا حنشوف لما نتقدم أكثر حنشوف مناطق أورتاكوي مش أورتاكوي، عفوا أورتاكوي ميلي من هون ولكن بعيدة. منطقة كاراكوي وجزء حتى من منطقة
منطقة الفاتح، المنطقة القديمة. حتى ورا هيدا الجسر اللي هو الجسر 15 تموز يظهر شوي بشكل بعيد جسر السلطان محمد الفاتح اللي هو الجسر الثاني الفاصل بين آسيا وأوروبا، كمان بيوصل بين آسيا وأوروبا. عم تشوفوا وراء الجسر هيدا اللي بوجهنا في جسر آخر حتى مبين من هون. مع تقدمنا حنشوف أكثر منطقة كاراكوي ومنطقة الفاتح، وبالآخر حنشوف طبعا برج الفتاة. برج الفتاة طبعا على ساحل اسكودار، حيكون كثير قريب منا لما نوصل له، لما نوصل إلى جانبه. هون في مثل مقاهي على البحر مباشرة، في دايما بائعين بيبيعوا ذرة، بيبيعوا سميت وأشياء من هذا القبيل. اللي بيميز هيدا الشاطئ عن الشواطئ الأخرى انه كله مبين فيه تقريبا من مساحة صغيرة، فيكم تشوفوا جزء كتير كبير من اسطنبول الأوروبية، أو اسطنبول الأوروبية لنقول السياحية، لأنه اسطنبول طبعا الأوروبية كتير كبيرة. الجزء الأكبر من اسطنبول هو بأوروبا، واسطنبول الأوروبية السياحية ممكن تشوفوها بشكل واضح، مقصودة يعني للسياحة بشكل واضح وشامل من هيدا الشاطئ. شوف منطقة أورتاكوي بالآخر هون، والجسر طبعا منطقة بشكتاش اللي شفناها، منطقة شيشلي البنايات العالية، وصولا إلى منطقة كبتاش كاراكوي اللي في برج جلطة اللي حنشوفه لما نتقدم أكثر، وحتى وصولا بالنهاية لمنطقة الفاتح. يعني كل شيء ممكن تشوفوه من هيدا الشاطئ. حتى هون هيدا البناية العالية هو هيدا اوتيل مرمرة، في تقسيم، يعني حتى تقسيم بين من هون، وبالوجه المأذنة الجامع هيدا مأذنة الجامع تقسيم، حتى تقسيم بتبين ولو بشكل بعيد لأنه هي عالية ومحجوبة بالأبنية، ولو بشكل بعيد بتبين تقسيم من هيدا الشاطئ. ودائما اللي بده يتصور على شواطئ، هيدا من أجمل الشواطئ اللي بحب اتخاذ صور باسطنبول. هيدا من أجمل الشواطئ اللي ممكن أنتم تاخذوا صورة عليه، وعندكم موضوع مفتوح بالنسبة لكم باختيار المشهد اللي أنتم بدكم إياه. عم نقرب أكثر هلا على برج الفتاة، بلش يظهر بالآخر، حنشوفه أكثر لما نوصل عليه، ولكن بلش يظهر بآخر الشاشة. عملنا لكم عليه زوم، وعم نقرب أكثر من برج جلطة اللي بلش يظهر كمان هون معنا بالشاشة. هون المنطقة أفضل من حيث النظر لأنه ما فيها كثير صيادين مثل المنطقة اللي بدأنا منها التصوير. إذن هون محل ما فيه البواخر بآخر الشاشة، ما بعرف إذا واضحة معنا بالشاشة، هي منطقة جلطة بورت. هو ما بعرف إذا واضحة البواخر، ولكن برج جلطة ظاهر بشكل كبير بالوجه مباشرة بنص الشاشة. برج جلطة مبين معنا بالفيديو. عم بلش نشوف بالاخر منطقة الفاتح لما نوصل بالقرب منها اكثر، لما نقرب اكثر عليها. طبعا من الجهة الاخرى الجهة الاوروبية طبعا حنحكي لكم عنها وكل وحدة شو هي. وهيدا برج الفتاة هون بلش يظهر قدامنا بوضوح. لما نوصل ايضا جنبه هنشوفه، كنا عاملين عنه فيديو سابقا. يسمى حتى الشاطئ هذا يسمى شاطئ سلاجاك داخل اسكودار، كله هون اسكودار، ولكن يسمى شاطئ سلاجاك تحديدا اللي هو برج الفتاة. هيدا هو برج الفتاة على يسار الشاشة. طبعا في كثير من السياح بيتجنبوا او مش بيتجنبوا، ولكن اللي بيكون فترة اقامتهم قصيرة باسطنبول ما بيزوروا اسطنبول الاسيوية وشاطئ اسكودار، ولكن مهم جدا زيارة هيدي المنطقة، شاطئ اسكودار واسطنبول الاسيوية بشكل عام، تحديدا منطقة اسكودار وشاطئ اسكودار. وقلنا انه فيها ايضا كثير معالم سياحية وتاريخية ممكن أنتم تشوفوها، وحتى فيها كثير خضار وحدائق
فيها حدائق كبيرة قلنا عنها، وفيها خضار حتى بالأماكن العادية بالشوارع والشواطئ وعلى الطرقات أكثر من اسطنبول الأوروبية. هول البواخر اللي بتشوفوها هي بواخر بتعمل رحلات بين المناطق على مدار النهار. من أهم وسائل النقل باسطنبول هي هيدي البواخر. عندكم البواخر وعندكم المترو وعندكم الباصات، أهم 3 وسائل نقل باسطنبول. طبعا عليكم ان تتجنبوا التكاسي، لانه باسطنبول التكاسي كتير غالية مقارنة بوسائل النقل الاخرى. قدم اكثر حتى نشوف. هلا حنحكي عن منطقة الفاتح. هون صار برجنا مباشرة برج جلطة. حنشوف منطقة الفاتح، حنشوف برج الفتاة. حنختم جولتنا تقريبا لما نصير إلى جانب برج الفتاة مباشرة. هون مشهد الطيور الرائع اللي دايما طيور النورس اللي بتحلق عفوا على شواطئ فوق بحار اسطنبول وعلى الشواطئ وفي كل مكان باسطنبول، ولكن مشهدها مع البحر بيجي أجمل وأجمل. إذن هون عم نشوف اسطنبول طبعا كلها اسطنبول أوروبية، ولكن اسطنبول القديمة تحديدا منطقة الفاتح. بنص الشاشة مسجد السليمانية، على اليسار قليلا هذا البرج هو برج بايزيد، قرب مسجد بايزيد. هون في مساجد، وبالاخر اخر 2 هلا عم نشوفهم مسجد مسجدي آيا صوفيا والسلطان احمد اللي هن على يسار الشاشة باقصى اليسار. هلا بلش يبينوا معنا بالصورة. قد لا يكون واضح، ما بعرف اذا حيكون واضح صورة اسطنبول الأوروبية بالتحديد والمواقع باسطنبول الأوروبية، ولكن بسبب الشمس الآن قد لا يكون واضح اتجاه الشمس الآن، قد يؤثر على التصوير، ولكن عم نجرب أكثر ما فينا نعرض لكم. واللي لحتى تجوا اللي بده يزور اسطنبول او اللي عنده او اللي هو حاليا باسطنبول، شاطئ اسكودار من اهم الاماكن اللي من الضروري انه تحطها على اللائحة للزيارة. هيدا برج الفتاة اللي صرنا حده، واللي مش حنحكي عنه كتير لانه عملنا فيديو سابقا عنه وحكينا عنه بشكل تفصيلي. برج الفتاة اللي هو برج تاريخي، وهو برج جلطة، يعتبروا اهم برجين باسطنبول وهن بوج بعض تقريبا. هيدا برج الفتاة وهيدا هون برج جلطة. هيدا هون جلطة والفتاة. شاطئ اسكودار طبعا هيدا الشاطئ الرائع. وهيدي هون في رحلات طيبة طبعا حكينا عنها سابقا، رحنا اخذنا واحدة منها بالفيديو اللي عملناه عن برج الفتاة. في رحلات دائمة إلى برج الفتاة، ولكن مش من هون، من شاطئ كاراكوي، من الجهة المقابلة من اسطنبول الأوروبية. بتاخذوا من شاطئ كاراكوي الرحلة إلى برج الفتاة. ولكن لحتى تشوفوا برج الفتاة من على الشاطئ هيدا هو أفضل مكان، مش كاراكوي. من كاراكوي بتكون بعيدة وحتى ما بيكون ظاهر برج الفتاة، ولكن من هون اللي بيحب يشوف برج الفتاة بدون ما يدخله من هون هو أجمل وأفضل إطلالة على برج الفتاة. هون عم نشوف المشهد بشكل كامل، بطل مبين حتى الجسر اللي شفناه بأول الفيديو. نقرب أكثر على برج الفتاة، وهيك بنختم جولتنا بساحل أو شاطئ اسكودار. شكرا على متابعتكم، كان معكم فاروق الزعبي وإلى اللقاء.